السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة. في الحلقة السابقة كان السؤال المطروح والذي بقي عبر الأثير وفي الأذهان: من المحافظ القادم لكركوك؟ والآن كركوك ترى النور في آخر النفق. كركوك شهدت إدارة محلية جديدة يوم السبت، حيث انعقد مجلس المحافظة أو أعضاء مجلس محافظة كركوك بأغلبية وحققوا النصاب ليكون السيد ريبوار طه محافظا لكركوك، والسيد محمد الحافظ رئيسا للمجلس، وإبراهيم السيد إبراهيم تميم نائبا للمحافظ، إضافة إلى مقررة مجلس محافظة كركوك السيدة أنجل. هناك الكثير من التساؤلات التي رافقتها بعض الضجة الإعلامية وبعض الأحداث التي شهدتها فندق الرشيد في بغداد، ولكن بالمجمل الوضع العام هو إدارة محلية في محافظة كركوك، ونتج عنه كركوك ترى النور وتشهد عقد جديد من التآخي والسلام وصفحة جديدة ينتظرها المواطن في محافظة كركوك. كل هذه المواضيع سوف أناقشها مع الأستاذ عمر الناصر، الكاتب والباحث السياسي الذي ينضم إلينا من بغداد عبر تقنية السكايب. حياك الله أستاذ عمر، وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا في برنامج بصراحة عبر شاشة قناة كركوك الفضائية. حياكم الله. أيضا ينضم إلي بالاستوديو الدكتور جواد الجنابي، عضو سابق في مجلس محافظة كركوك. حياك الله دكتور جواد، وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا. حياكم الله، وأرحب بضيفك الأستاذ عمر الناصر. نعم، خليني أبدأ وياك أستاذ عمر. الجميع عرف ما حصل بالجلسة في فندق الرشيد اللي نتجت عنها إدارة محلية في محافظة كركوك. حدثنا شلون شفت الجلسة، وشنو الانطباع اللي ممكن ناخذه حول الجلسة اللي صارت اللي شهدت إدارة محلية في محافظة كركوك؟ بداية شكرا جزيلا وتحية طيبة للضيف الكريم أستاذ جواد ولجنابكم ولجمهور قناة كركوك المحترمين. المشكلة الأزلية التي هي في كركوك تتبع لحسابات الحقل والبيدر، أي بما معنى أنه من هي الجهة التي هي اليوم ينبغي أن تتسنن المنصب أو رأس الهرم في هذه المحافظة، على الرغم من أنها محافظة تتمتع بتآخي وتعايش سلمي في أعلى المستويات، ولا توجد هنالك يعني حساسية بين مكون أو مكون آخر، لكن على الصعيد المجتمعي، لكن تبقى الأوراق السياسية هي تلعب بها في بعض الأحيان من أجل كسب أوراق جديدة تحاول أن تلعب بها في وقت الأزمات. موضوع أن يكون هنالك جلسة خارج محافظة كركوك هو يعني أنا لم أستغرب له بصراحة، لأنه كان هنالك ربما تلويح في مرات سابقة وفي أزمان سابقة على أن هذه الأزمة ينبغي أن يعني تنتهي بأي شكل من الأشكال. وهنالك من يقول بأنه قد أصبح انقلاب سياسي، والبعض الآخر يرى بأن مثل هذا الأمر هو أصبحت الوعود في مهب الريح وحسابات أخرى، في الوقت الذي تتعالى أصوات في محافظة كركوك من قبل العرب والتركمان من مغبة إعادة السيناريوهات السابقة التي هي كانت قبيل أن تبسط الحكومة المركزية سطوتها على هذه المحافظة في عام 2016. لكن أنا لا أرى بأن هنالك مخاوف من هذا الموضوع. أعتقد أنه اليوم من مهمة اليكتي أو البارتي أو بقية الأحزاب التي هي الكردستانية، أرى بأنهم من المفترض اليوم أن يذهبوا لإرسال رسائل وإعطاء إشارات إيجابية للمجتمع المدني الموجود في كركوك بكافة مكوناتها، على أن سلبيات الماضي
التي هي كانت هناك من التي تتعلق ب ربما بعض حالات الإقصاء والتهميش والعنصرية وربما الشوفينية أو إلى آخره لن تتكرر في هذه المرحلة، على اعتبار بأنها كانت فترة تجربة حقيقية للمنتظم السياسي في كركوك، وكيف كانت الأزمات قد توالت مع بعضها وأدت بنهاية الأمر إلى هذا الاختناق الذي رأيناه أمامنا في هذه الفترة. إذن سيد عمر، يعني بشكل عام كان يجب أن تحسم الأمر في محافظة كركوك أفضل مما أن تبقى الأمور على شاكلتها. خليني أنتقل وأخذ رأي دكتور جواد. دكتور جواد، صار عندنا إدارة محلية في محافظة كركوك، رغم الضجة الإعلامية اللي صارت، رغم التشكيك بعدم قانونيتها، غياب البعض، صار عندنا إدارة محلية في محافظة كركوك. شنو الخطوة القادمة على اللي راح يتسنمون مجلس محافظة كركوك فيما يخص أيضا المناصب؟ فتح قنوات مع الأحزاب اللي ممكن مشارك، شلون راح يكون تقسيم المناصب، بقية المناصب، شنو الخطوة القادمة اللي ممكن تصير؟ الحقيقة يعني احنا كركوك من 2005 أول انتخابات جرت، ولحد هاي الانتخابات 2023 احنا الجماهير في كركوك تنتظر هذا المجلس المنتخب. وهذا بعد يعني انتخاب مجلس محافظة كركوك في بغداد، واحنا عندنا تجربة محافظة ديالى سبقتنا في هذا الموضوع، وتم انتخاب مجلس محافظة ديالى والمحافظ كذلك. احنا ملتزمين بالقانون، يعني عندما اجروا انتخاب المجلس في بغداد احنا القانون 2008 مادة 21 يقول الأغلبية المطلقة نصف زائدا واحد، فهذه تحققت. وكذلك حقوق فيما يخص المكونات أو القوائم اللي بالمجلس كلها سوف تأخذ حقوقها. يعني احنا الآن نقول بعد هذا الانتخاب المجلس خطوة إلى الأمام. وكذلك إذا احنا نريد فيما يخص الحقوق، احنا في الدستور العراقي القائمة اللي أكثرية ماخذة أصوات من حقها أن تختار المنصب السيادي. هذا ما صار عندنا في كركوك أو ديالى، ولكن بعد مباحثات كثيرة من قبل كل الكتل حتى يتوصلون ما توصلوا، ولكن في الآخر وصلوا في نهاية التنفق وصلوا إلى هذه النتيجة، وتم انتخاب رئيس مجلس ومحافظ. وفيما يخص حقوق المكونات إن كان نعم. المكون الكردي أو العربي أو التركماني، يعني إحنا عندنا مثلا الأخوة التركمان 18 منصب إداري في كركوك سيحصلون عليه. يعني عندك نائب محافظ، نائب رئيس مجلس، عندك كذلك نائب المحافظ، معاون المحافظ، مستشارين عدد 2، مستشار رئيس مجلس المحافظة، معاون قائد شرطة، مديرية الصحة، يعني 18 منصب. كذلك عندك فيما يخص المكون العربي عندنا 19 دائرة، من عندها قيادة الشرطة، معاون المحافظ عدد 2، دائرة الزراعة، وكذلك استثمار إلى آخره، ما أريد أطيل. فإحنا وكذلك أن الاتحاد الوطني الكردستاني يمشي ضمن السياسة التي وضعها الرئيس الراحل مام جلال رحمه الله، وكذلك السيد الرئيس بابل الطلباني يمشي على نهج مام جلال. والاتحاد الوطني الكردستاني لديه رؤية واضحة فيما يخص موضوع التآخي والتعايش السلمي وحقوق كل هاي المكونات. على هذا الأساس تم الاتفاق مع هذه الكتل في بغداد، وتوصلنا إلى هذه النتيجة، وخرجنا إلى هذا ما يخص انتخاب المحافظ أو رئيس مجلس. وأعتقد أنه فيما يخص الأخوة المعارضين أو هذا شيء طبيعي. احنا في ظل نظام ديمقراطي أن يكون هناك معارضة ويكون هناك مظاهرات من جماهيرهم، هذا شيء طبيعي، ولكن على أن لا تتعدى المساس بالأمن العام للمواطن أو الأملاك أو كذا، أو تستهدف مثلا الأمن والسلم في محافظة كركوك. نعم. إن هناك يجب أن تكون تظاهرات سلمية فيما يخص، وهذا شيء طبيعي. احنا في ظل نظام ديمقراطي. احنا تحدثنا عن المناصب. خليني ارجع وياك استاذ عمر الى نقطة مهمة. اليوم ايش قد ممكن المناصب السياسية اللي تعطى لكتلة معينة تنطيها تطمينات
اليوم اكو بعض الكتل قد تكون ما عندها تطمينات، قد هناك ضجه اعلاميا ثارت في بعض القنوات الاعلاميه، بعض مواقع التواصل الاجتماعي، على انه كركوك ممكن ان تشهد فد خروقات، كركوك ممكن ان تشهد بعض الارباك في المشهد الامني، لكن بشكل عام المناصب ايش قد ممكن تنطي تطمينات للكتل السياسيه بانه انتم اليوم ممثلين حقيقيين في محافظه كركوك وحقوقكم مصونه؟ ابتداء يعني عندي تعقيب على كلام الاستاذ نعم. جواد المحترم، يعني بخصوص ما يتعلق بموضوع المعارضه وفي ظل النظام الديمقراطي الحالي. انا اتفق بجزء مما ذكره واختلف بالجزء الاخر. المشكله اليوم بان بنيه النظام السياسي هي بنيت على اساس المحاصصه الطائفيه والمناطقيه او السياسيه المكوناتيه. لذلك هو تجد في كل المراحل الماضيه ابتداء من عام 2006 لا توجد هنالك ثوابت في العمليه السياسيه، والدليل على ذلك في عام 2010 كان في عام 2006 كان هنالك فوز للسيد ابراهيم الجعفري، لكن المالكي جاء الى سده الحكم. وفي عام 2010 السيد اياد علاوي قد فاز بالانتخابات، لكن المالكي جاء الى سده الحكم. وفي عام 2014 المالكي فاز، جاء حيدر العبادي. اذا لا يوجد هنالك ثوابت وحقيقيه رصينه تتعلق بالديمقراطيه الفتيه التي جاءت بعد عام 2003. لذلك اقول العمليه السياسيه بنيت على اساس التوافق والتوازن، فحتى الخاسر من المكونات هنالك مناصب ترضية له، وهذا ما شهدناه في كل المراحل الماضية. فالمعارضة اليوم السياسية لم توجد ولم تدق أساساتها منذ التغيير، ولا يوجد لهذا المفهوم، وأصبحت بعض الكتل السياسية تذهب باستخدام هذه الفزاعة لأجل إخافة الخصوم السياسيين بعدما استهلكت كل أوراقها التي تساعدها في المساومات السياسية. أما بخصوص مناصب الترضية فهذا موضوع طبيعي. اليوم وصل العراق أو العملية السياسية أو الهيكل الوظيفي إلى أعلى درجات التخمة في التعيينات وفي المناصب، وهذا ينذر بأخطار كثيرة يؤدي إلى الهدر العام وإلى أن لا يكون هنالك ترشيق في المستقبل القادم لهيكل الدولة، وربما يكون هنالك زيادة في البطالة المقنعة وزيادة في البطالة العادية التي نراها أمامنا، وزيادة في نسبة الفقر، وتردي المعيشة الاقتصادية التي نحن اليوم لولا البطاقة التموينية والسلة الغذائية التي نراها هذا اليوم هي قد لعبت دور في انتشال الطبقات الهشة والطبقات الفقيرة. رأينا بأن هنالك أفواج وطوابير من الفقراء تملأ الشوارع على غرار ما نشهده في الدول الفقيرة والدول الأخرى. إذن بصورة عامة أتكلم الموضوع هو يعمل بالمساومات السياسية، وإذا كان هنالك اتفاقات من تحت الطاولة فينبغي أن تشرك بها كل القوى السياسية على أساس أنها ذاهبة لمبدأ التوازن، ولا يكون هنالك غطي لي وغطي لك، أو لا يكون هنالك موضوع أن تكون لديك تحالفات استراتيجية ولا يوجد لهذه التحالفات الاستراتيجية بالمناسبة في العراق. في النهار وفي الليل يكون لك اتفاق وانقلاب سياسي آخر لا يعرف معناه. المشكلة التي نراها اليوم وبدأ الشارع العراقي يلمسها هو فقدان الثقة ما بين الشارع والطبقة السياسية القابضة على السلطة، وهذا أدى بنهاية الأمر إلى أن لا يكون هنالك رؤية متشابهة ورؤية يعني معينة. لكن هذا الواقع استاذ عمر اليوم احنا عذر المقاطعة، اليوم احنا ايش قد نقدر نقول، لكن قد لا تكون هناك معارضة حقيقية. نرى الجميع يود المشاركة في كل حكومة، سواء كانت حكومة محلية سواء كانت حكومة مركزية.
الجميع يرغب بالمشاركة ولا يقول أنا معارض، ولكن بالمقابل انطيني مناصب في الحكومة. فهاي الازدواجية اللي قاعد تصير، بالتالي يحملك الذنب لأنه يقول لك أنت على سدة الحكم، بالتالي هو أيضا شريك ورجل بالمعارضة ورجل بالحكومة. المشكلة يا سيدي الكريم هي نعم. ليست في ملعب الكتل السياسية. المشكلة اليوم في ملعب المواطن. المواطن الذي بدأ يعني يبيع صوته ب5000 دينار. هذا يعني بأن قيمة هذا المواطن الذي باع صوته ب5000 دينار هو قيمته الحقيقية هذا المبلغ للأسف الشديد. لذلك ترى بأن بدأت الأغلبية الصامتة ونسبتها ترتفع شيئا فشيء، وبدأت المنطقة الرمادية التي هي بداخلها النخب والمدنيين والليبراليين والأكاديميين والعلمانيين ومقاطعين للعملية السياسية والغير مؤمنين بالتغيير وإلى آخره، هم بدأوا يتجمعون في هذه نعم. المنطقة. خليني اخذ مداخله استاذ عمر لدكتور جواد. دكتور جواد، بشكل عام حكومه محليه في اداره كركوك تشهد عهد جديد، عهد للتآخي والسلام، وان شاء الله يكون هناك نور كبير في ضوء قد يكون محافظ كامل الصلاحيات، ليس محافظ بالوكالة وإنما بالأصالة. شنو الفرق من راح يصير عندنا في كركوك محافظ بالأصالة مو وكالة؟ شنو ممكن توسعة الصلاحيات، شلون تنعكس حتى على الشارع في محافظة كركوك من الناحية المالية، من ناحية المشاريع، باعتبارك كعضو مجلس محافظة سابق، من الناحية الإدارية شنو الاختلاف بين الأصالة والوكالة؟ قبل كل شيء أحب نعم. أنوه على نقطة مهمة، أنه هو طبعا من الطبيعي كل كتلة مشاركة بالانتخابات وعندها ممثلين أن تحاول من خلال المفاوضات أن تحصل على أكبر قدر من المكاسب فيما يخص المناصب. هذا شيء طبيعي. أما فيما يخص الآن بعد انتخاب المحافظ السيد ريبوار طه ورئيس مجلس المحافظة السيد محمد إبراهيم، أعتقد الآن المحافظ له كافة الصلاحيات. لماذا؟ لأن هو رئيس اللجنة الأمنية وكذلك الجهة التنفيذية فيما يخص كل القرارات اللي تصدر على عاتقه. احنا كان عندنا السيد راكان سعيد كان بالوكالة. نعم. ليس لديه صلاحيات شاملة فيما يخص عملية كمحافظ. يعني أبسط شيء عندنا مثلا فيما يخص نقل الأثاث، هو باعتباره رئيس لجنة أمنية. نعم. كان إلا تذهب إلى قيادة عمليات يلا تحصل موافقة. أما الآن لدينا محافظ منتخب لديه كافة الصلاحيات. وأهم نقطة طبعا فيما يخص بعد انتخاب السيد ريبوار طه، طبعا على أثرها طمعا أنه راح يكون هو على مسافة قريبة من كل المكونات، وهو محافظ لجميع أبناء كركوك، وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني على لسان رئيسه السيد بابل الطلباني. نعم. أنه نحن نعمل من أجل الجميع، وكذلك إعادة زرع بذور الثقة التي فقدت بين هذه المكونات بسبب المراحل التي سبقت. نحن في مجلس محافظة كركوك السابق كان كل عملنا يعني كان قائمة التآخي 21، القائمة العربية 6، القائمة جبهة تركمان 9، فأخذوا كل حقوقهم. يعني حتى فيما يخص الميزانية عندما كانت توزع على حسب السكان المركز أو الأقضية أو النواحي. أما المحافظ اليوم الآن لديه كافة الصلاحيات. فطبعا هذا شيء أبناء كركوك ينتظرون هذا النتيجة، لأن احنا تأخرنا كثير فيما يخص، أعرف المشاريع توقفت، عندك كذلك التعيينات. فاحنا العمل المجلس المحافظة وكمحافظ ضروري جدا حتى نقطة إلى الأمام من أجل تقديم الخدمات، وكذلك فيما يخص المشاريع المتلكئة وغيرها لكركوك. وأنا أعتقد أن هذا المجلس على عاتقه مسؤولية كبيرة فيما يخص الجانب السياسي وكذلك الجانب الخدمات
وكذلك الإعمار لمحافظة كركوك. والحمد لله احنا محافظة كركوك شهدت قفزة نوعية فيما يخص الإعمار تختلف عن غيرها من المحافظات. وأنا متفائل جدا بهذا المجلس وكذلك بالسيد المحافظ الذي كما قال أنا أعمل من أجل جميع أبناء كركوك وعلى مسافة واحدة، وسوف كذلك من خلال يوم الخميس اكو موعد على اساس انه سوف يتم ترديد القسم فيما يخص رئيس المجلس او المحافظ. وكذلك صدر مرسوم السيد رئيس الجمهوريه في يخص المصادقه على تعيين المحافظ وانتخاب المحافظ فيما يخص كركوك. واني اعتقد انه مجلس محافظه كركوك الان اللي تم انتخابه سوف يعمل على وفق المنهج الذي أرادته جماهير كركوك فيما يخص الخدمات وكذلك الإعمار في محافظة كركوك. نعم. ونحن نأمل منهم كثيرا فيما يخص نعم. هذا. راح نرجع للنقطة فيما يخص مستقبل كركوك، لكن خليني أنتقل لأستاذ عمر. أستاذ عمر، لو توضح لنا أكثر فيما يخص حيثية في بعض الكواليس هناك أحاديث حول تدوير منصب المحافظ سنتين بسنتين، هناك هيك اتفاق قانونية تدوير منصب المحافظ. إضافة إلى ذلك هناك ضجة انثارت أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي حول المحافظة، الإدارة الجديدة، ما هي قيادة العمليات عندنا موجودة اليوم. الجلسة اللي صارت لانتخاب الإدارة الجديدة في بغداد كانت، فبالتالي هذه كلها تطمينات للشارع في محافظة كركوك بأنه كل الجلسة اللي صارت هي ببغداد. اليوم عندنا قيادة عمليات، اليوم أغلبية السلطة المركزية في كركوك تابعة إلى بغداد. ليش هاي التخوفات اللي ممكن تصير أو تثار؟ ابتداء يعني المحاصصة الطائفية فشلت فشلا ذريعا في إعادة لحمة الشارع العراقي، وأدت بنهاية الأمر إلى أن يكون هنالك تشظي وتعدد في مصادر القرار. وموضوع أن يكون هنالك تدوير لمنصب المحافظ هذه بدعة جديدة، بدعة سياسية جديدة وعدوى ستنتقل ربما لبقية المحافظات التي هي تلاقي نفس السيناريو الذي لاقته محافظة كركوك ومحافظة ديالى. الحل الأنسب بهذا الموضوع أن يكون هنالك انسجام حقيقي ما بين القوى السياسية، وعملية الذهاب إلى اختزال الأحزاب والقوى والتيارات السياسية التي انشطرت اليوم كالانشطار الأميبي وأصبحت تولد كثير من التيارات والحركات هو أمر غير مقبول. لأن هذا اليوم بدأنا نلمس بأن العملية السياسية ربما سوف يعني تلاقي مشاكل كثيرة في المستقبل. وموضوع منصب المحافظ بالمناسبة في كركوك، جل احترامي للسيد ريبوار وهو شخصية محترمة أكون له كل الاحترام، ولدينا لقاءات تلفزيونية سابقة مع بعض. أعتقد بأن مسؤوليته هو صعبة لكنها ليست مستحيلة. في نفس الوقت عليه أن يعمل كالمحور والذي يجمع الأطراف السياسية على غرار ما كان يقوم به السيد الرئيس الراحل إمام جلال في الأوقات الماضية. لذلك هذه أعتقد بأنه نقطة مهمة واختبار حقيقي للسيد المحافظ الجديد في عملية لم شمل الشتات الموجودين، وأن يكون عبارة عن إسفنجة سياسية تمتص الأزمات في هذه المحافظة. وموضوع التنسيق المشترك يكون مع قيادة العمليات هو أمر في غاية الأهمية، على اعتبار بأن اليوم أن تنظيم داعش الإرهابي لا زالت لديه الجيوب ولا زالت لديه الضربات النوعية التي بعض الأحيان يذهب إليها في محافظة صلاح الدين وكركوك وجبال حمرين ووادي الشاي وإلى آخره من تلك المناطق. وهذا يتطلب أن تكون هنالك تنسيق مشترك عالي المستوى ما بين الحشد الشعبي وقيادة العمليات والمحافظة وإلى آخره. أنا أعتقد بأنه السلبية التي يذهب إليها الكثير من
يعني مواطني كركوك بخصوص المحافظ الجديد هو غير مبرر، ولن يكن هنالك اي تداعيات من هذا القرار. لذلك علينا ان نتفائل ونذهب الى الايجابيه، وكما ذكرت لك بان تناسق القوى السياسيه فيما بينها بملف كركوك سيؤدي بنهايه الامر الى حل هذه المشكله الازليه، وربما سوف تكون هي نموذج في المستقبل لتحذو حذوها الكتل السياسيه الموجوده في المركز. نعم، وهذا ما نتامله. خليني ارجع ويا دكتور جواد. دكتور جواد اثار نقطه استاذ عمر مهمه. كركوك تختلف عن بقيه المحافظات. كركوك شهدت 7 سنوات ماضيه محافظ بالوكاله، شهدت تلكؤات كثيره، قد تكون اليوم مهمه كبيره على عاتق السيد ريبوار طه، وأيضا على الاتحاد الوطني الكردستاني. عهد جديد في محافظة كركوك، مسؤوليات كبيرة في محافظة كركوك، مطالب كثيرة في محافظة كركوك. شلون ممكن راح يتعامل وياها السيد ريبوار طه؟ شنو ممكن الخطوات اللي يقدر أن يمتص بقية الكتل السياسية، يجيبهم الصف وبقية المكونات، إرضاء الجميع؟ مهمة صعبة أمام السيد ريبوار طه. قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن كل مرحلة لها إيجابياتها ولها سلبياتها. نعم. ماكو مرحلة ما بها سلبيات، لكن السيد ريبوار طه بحكم علاقتي الشخصية معه، وكان عضو برلمان ومن عائلة ومن عشيرة معروفة، وكقيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني، أنا أعتقد رغم أن الثقل الهائل عليه والمسؤولية الكبيرة على عاتقي كمحافظ الكركوك سوف يخرج بنتيجة إيجابية كبيرة فيما يخص قيادتي للمحافظة، وهذا هو منهج الاتحاد الوطني الكردستاني. الكركوك كمحافظة وكمكونات مرت بأزمات كثيرة، لكن النسيج الاجتماعي اللي يربط هذه المكونات، رغم أنه الكثير تآمر على كركوك من الخارج أو من الداخل، لكن أهالي كركوك من جميع هذه المكونات نجحوا بقيادة المحافظة وسير بها إلى بر الأمان. فأنا أعتقد رغم أن المسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق السيد ريبوار طه، سوف أعتقد حسب ما أراه بهذه الشخصية اللي أعرفها شخصيا، أنه سوف ينجح بمهمته، رغم أن هناك بعض المطبات أو العراقيل التي سوف تقع. ولكن من المهم كما أشار الأستاذ عمران، يجب أن يكون هناك تنسيق مع قيادة العمليات وكذلك مع كل الجهات الأمنية الموجودة في المحافظة، لأن بدون التنسيق مع هذه الجهات وكذلك مع التنسيق مع كل الكتل المشاركة في مجلس المحافظة الذين لديهم أعضاء، يجب أن يكون هناك تنسيق فيما يخص كل المشاريع أو فيما يخص محافظة كركوك، إن كان في الجانب السياسي أو الجانب الخدمي أو الإعمار. فأنا أعتقد أن السيد ريبوار سوف ينجح بمهمته رغم كل هذه العراقيل التي أمامه. هذا شيء طبيعي، أن كل مرحلة لها سلبيات وإيجابات، وكذلك كل رحلة لها مطبات أمامها. نعم. فأنا أعتقد سوف ينجح لأنه خريج مدرسة الاتحاد الوطني الكردستاني، وخريج هذا النهج الذي وضعه الرئيس مام جلال للاتحاد الوطني الكردستاني. وأنا أعتقد أن الاتحاد الوطني الكردستاني رغم أن المهمة جدا صعبة سوف يخرج بنجاح وإيجابية من أجل كل أبناء كركوك، وقد شهدنا الكثير من الواقف للاتحاد الوطني في محافظة كركوك. نعم. فيما يخص وأكيد الجميع سوف يكون متفائل. احنا فقط في كركوك مع الأسف، وهذا شيء طبيعي، أنه في كركوك انعدام الثقة بين هذه المكونات. نعم. وهي أزمة سياسية ما بين لكن الجميع. الاتحاد الوطني بحنكته وتاريخه السياسي وبممثليه في مجلس المحافظة وعلى رأس السيد ريبوار طه سوف يقومون بلملمة كل هذه المشاكل، وكذلك العمل من أجل توحيد كل هذه الرؤى، وكذلك العمل من أجل
أبناء كركوك بجميع مكوناتهم، نعم. وعدم التفريق بينهم، وهو محافظ لكل أبناء كركوك نعم. وليس المكونات. نعم، خلينا انتقل وياك استاذ عمر الى نقطة مهمة خلينا نخصص بها محافظة كركوك بشكل أعمق وأكثر. شلون ممكن اليوم خاصة هناك توافق ما بين رئيس المجلس وما بين المحافظ، هذا التنسيق هذا التوافق شلون راح ينعكس على الشارع في محافظة كركوك؟ تعرف جنابك محافظة كركوك لها خصوصية خاصة، فكل ما يكون التنسيق أكبر ما بين رئيس المجلس أو ما بين مجلس المحافظة مع المحافظ راح ينعكس بشكل عام على أهل كركوك. ممكن تكون الأشهر الأولى هي البصمة للإدارة الجديدة في محافظة كركوك، كون محافظة كركوك ما شهدت انتخابات لمدة 18 سنة، فبالتالي الكل ينتظر. أنا رحت وانتخبت، صار لي 18 سنة ما منتخب. أريد أشوف شنو البصمة اللي ممكن بالانتخابات راح تصير في محافظة كركوك تحديدا أستاذ عمر. طبعا هذه نقطة مهمة جدا بالنسبة للتنسيق ما بين رئيس مجلس المحافظة وبين المحافظ، وأعتقد أنه المحافظة بحاجة لمكتب لرسم السياسات. هذا المكتب يقع على عاتقه إعطاء رؤية مستقبلية قادرة على التنفيذ. أنا أتحدث كوني مختص برسم السياسات بالمناسبة. وهذا يؤدي بنهاية الأمر إلى أن يكون هنالك استراتيجيات ثلاث على غرار الدول المتقدمة التي تذهب باتجاه وضع استراتيجية وسياسة ثابتة للدولة. وهذا إذا نجحنا بهذه الفكرة من محافظة كركوك سوف تكون تجربة ديمقراطية مختلفة تماما، ربما تستنسخها بغداد لكي تعممها على بقية المحافظات، وبالتالي يكون هنالك جسم متماسك لا يمكن للكثير من اختراقه، وبالتالي تكون سياسة الدولة هي ثابتة كسياسة دولة المؤسسات التي تعمل بها الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وإنجلترا وإيران وبقية دول المنطقة. لذلك التنسيق المشترك وذهاب الإعلام أن يلعب دور كبير في دعم التنسيق ما بين المحافظ ورئيس مجلس المحافظة سينعكس إيجابا على كل المجريات المستقبلية، وسوف يكون هنالك إعادة للثقة ما بين الشارع والمنتظم السياسي من أهالي كركوك، حتى يكون هنالك جسم لا يمكن أن يتجزأ في المستقبل. وخصوصا بأننا نمر بتحديات كثيرة، ينبغي أن تكون التنمية هي واقع حال في كركوك، وخصوصا بأن هذا الملف ملف كركوك هو توجد عليه تأثيرات دولية وإقليمية، وما نشهده اليوم من تداعيات وتأثيرات جانبية بسبب حرب غزة وإلى آخره ربما سينعكس على كل أنحاء العراق، في وقت العراق بحاجة إلى أن يكون لديه اقتصاد رصين يؤدي بنهاية المطاف إلى ميزانية ثابتة لكركوك وللإقليم ولبقية أنحاء العراق، حتى لا يكون هنالك تشظي في ودعم المصارف العراقية التي هي اليوم مهم جدا أن تذهب بعيدا عن العقوبات الأمريكية، والتي سيؤدي بنهاية الأمر إلى أن يكون لدينا رؤية مشتركة بهذا. نقطة أخيرة أستاذ عمر فيما يخص شلون ممكن الانتخابات القادمة بالإقليم وتأثيرها وتأثير الأحزاب وأيضا المستقبل في محافظة كركوك، وأشرت إلى نقطة حول رسم الاستراتيجيات والسياسة المستقبلية أرجع لك عليها، لكن خليني أخذ جواب من الدكتور جواد حول مجلس المحافظة والمحافظ. جنابك عضو مجلس محافظة سابق، شلون ممكن كمجلس محافظة يكون داعم لعمل المحافظ على الأرض، أو بالتالي يساهم بإنجاح خططه، إنجاح مشاريعه، ما يكون معرقل، من تكون اليوم ضرورة حتمية لجميع المكونات في محافظة كركوك والأحزاب السياسية أن تكون إيد واحدة لدعم الإدارة في محافظة كركوك، لدعم عمل المحافظ، بالتالي هو ينعكس إيجابا على جميع المواطنين في محافظة كركوك.
طبعا هذا من خلال اللجان التي سوف يتم تشكيلها في مجلس محافظة كركوك. نعم. طبعا لدينا لجان عديدة، يعني اللجنة الأمنية، لجنة الخدمات، لجنة التربية والتعليم، لجنة الصحة، لجنة المشاريع. فمن خلال اللجان التي سوف تنبثق عن المجلس بعد انتظام عمله، هذه اللجان سوف يكون لها دور رقابي على المشاريع، وكذلك على حتى فيما يخص التعيينات، وكذلك الدوائر، عملها كدوائر. فمن خلال هذه الرقابة التي من مجلس محافظة كركوك بالتنسيق مع المحافظ، سوف يكون هناك عمل إيجابي للمحافظ ومساندة إيجابية من المجلس، وينبثق هذا التنسيق الذي احنا نلمسه من خلال انبثاق هذه اللجان. لأن المجلس محافظة إن لم يكن لديه لجان، وهذه اللجان تعمل وترفع إلى المجلس والمجلس يرفعها إلى المحافظ، طبعا سوف يكون هناك نجاح فيما يخص عمله ومساندة له، لأن اللجان جدا مهمة فيما يخص عمل المحافظ كجهة تنفيذية، وكذلك عمل المجلس كجهة تشريعية ورقابية. نعم. والتنسيق من هنا يكون. نعم. إذن من عمل اللجان. خليني آخر شيء أستاذ عمر، نقطة مهمة، شلون شفت دور بغداد وأيضا في تشكيل الإدارة المحلية في محافظة كركوك، دعم بغداد أيضا مستقبلا للإدارة المحلية في كركوك؟ دور بغداد كان إيجابي بشكل عام، حاولت تلملم الأوراق في محافظة كركوك، اهتمام من قبل بغداد لخصوصية كركوك. لا أنا لا أرى بأن مثل هذا الموضوع يؤخذ بهكذا طريقة. نعم. كان هنالك اهتمام أو عدم اهتمام، هذا الموضوع هو موضوع يعني يجب أن يكون بنهاية المطاف حل، سواء كان للكتل السياسية الحالية أو الكتل السياسية المعارضة أو التي هي خارجة عن المشهد السياسي. الموضوع هو يتعلق بالمفاوضات الموجودة في بغداد، ويتعلق بموضوع رئاسة مجلس النواب وبقية الترتيبات التي هي تتعلق بهذا الموضوع. هذا جزء لا يتجزأ من مسألة كركوك ومشكلة محافظة ديالى. القاصي والداني يعلم مثل هذا الشيء. لكن تسألني هل سيكون في نهاية الأمر انفراجة حقيقية للمشهد السياسي الذي نراه الآن؟ نعم. ووفق حسابات السبب والنتيجة. نعم. سبقتني بالسؤال، هو هذا السؤال اللي ممكن يعني يكون في الأذهان. الانفراجة الحقيقية، هل ستكون الإدارة ضمن التطلعات اللي ينتظرها الشارع في محافظة كركوك؟ شنو اللي ممكن يحتاجه من دعم سيد ريبوار حتى ينجح بمهمته؟ يعني مشكلة كركوك أصبحت خارج الحسابات الموجودة في بغداد في الوقت الحاضر، وهي باعتقادي أصبحت اليوم ليست مهمة بالنسبة للمنتظم السياسي في بغداد، لأن هنالك مشكلة كبيرة تتعلق بالنظام الداخلي، وهو عملية فتح النظام الداخلي وتعديل المادة 12 وإدخال مرشح جديد، بعد أن كان للقضاء له دور وذهب إلى أن يحكم بعدم دستورية فتح باب الترشيح مرة ثانية، الذي يؤدي إلى دخول مرشحين جدد في العملية الانتخابية لرئاسة مجلس النواب. الموضوع يتعلق بشكل التفاهمات، وهنالك ربما تعمد واضح من قبل بعض الأطراف السياسية لأجل أن يبقى الحال على ما هو عليه، لأجل أن يكون هذا الوضع هو الطبيعي لحين انتهاء الدورة البرلمانية. أستاذ عمر، في 20 ثانية 10 ثواني عندي، مستقبل محافظة كركوك جنابك متفائل؟ إدارة محلية في محافظة كركوك؟ يعني ما زال الوقت مبكر جدا للتفاؤل. إذا تحققت الأهداف والمعايير التي ذكرتها قبل قليل، وخصوصا أعيدها وأتمنى أن تصل للسيد ريبوار طه، أن يكون هنالك أن يشكل مكتب أو مركز لرسم السياسات في داخل المحافظة من قبل الأكاديميين والمختصين برسم السياسات المستقبلية. سوف يكون هنالك رؤية واضحة للجميع تسير عليها الكتل السياسية، والتنسيق يكون عالي المستوى
بين مجلس المحافظة والمحافظ، حتى لا يكون هنالك انشطار أميبي وربما تسونامي قد يعصف بالعملية الانتخابية المقبلة لا سامح الله في محافظة كركوك في الانتخابات القادمة، هذا اكيد وتفقد الثقة تماما فيهم. اللي نتمناه استاذ عمر ان تكون هناك خطط مستقبليه، واكيد السيد ريبوار طه ان شاء الله قادر مع الفريق اللي وياه ان يحقق كل هاي المتطلبات. السيد عمر الناصر الكاتب والباحث السياسي، كنت ضيفا عزيزا علينا عبر تقنيه السكايب من العاصمه بغداد. اشكرك جزيل الشكر لانضمامك الى برنامج بصراحه. خليني اختم وياك دكتور جواد، شلون نشوف النظره المستقبليه في محافظه كركوك في ضوء الاداره المحليه الجديده؟ طبعا قبل كل شيء اريد احب ان انوه. نعم تفضل. احنا اغلب المشاكل اللي تمر بها مجالس المحافظات في العراق فيما يخص قانون انتخابات مجالس المحافظات، نعم. فيه ثغرات كثيرة، نعم. وهذه الثغرات هي اللي أثرت على وضع كركوك وديالى وبقية المحافظات اللي مرت بنفس المشكلة. فأنا أعتقد على البرلمان العراقي أن يصيغ أو يراجع هذه القوانين التي صدرت فيما يخص قانون انتخابات مجالس المحافظات غير منتظمة بإقليم. وفيما يخص نعم متفائل جنابك ان شاء الله الامور متفائل. واشار الاستاذ عمر الناصر انه يكون لديه اكاديميين. نعم، هو كل محافظ لديه هيئه مستشارين، وهذه الهيئه تضم قانونيين وسياسيين وكافه الاختصاصات. فهذه الهيئه المستشارين هي تكون داعمه لعمل المحافظ فيما يخص شؤون المواطنين، فيما يخص الجوانب السياسيه، فيما يخص الاعمار، فيما يخص الخدمات، فيما يخص الامور القانونيه. نعم. لديه يعني هذا وانا متفائل بعمل هذا المجلس، وكذلك عمل السيد المحافظ ريبوار طه. وارى انه كركوك ترى النور في آخر النفق وقت خرجت من النفق إلى النور، وهذا ما نتمناه. دكتور جواد جنابي، عضو سابق في مجلس محافظة كركوك، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك لبرنامج بصراحة عبر شاشة قناة كركوك الفضائية. إذن مشاهدينا الكرام، كركوك ترى الضوء في آخر النفق وتشهد إدارة محلية جديدة. نبارك للإدارة المحلية الجديدة على رأسها السيد ريبوار طه، وأيضا رئيس المجلس السيد محمد إبراهيم الحافظ والسيد إبراهيم تميم نائب المحافظ، على أن نتمنى أن تلتحق بقية المناصب لتكمل هذه التشكيلة الحكومية. بالتالي الشارع ينتظر الكثير في محافظة كركوك من التشكيلة الجديدة والفريق القادم الجديد، ونحن كأعلام كمنظمات مجتمع المدني كالجميع سوف نكون داعمين للإدارة الجديدة في محافظة كركوك، لأن هناك الكثير من المطالب والمسؤوليات التي تنتظر المحافظ الجديد، وإن شاء الله يكون هو قدها. أشكركم جزيل الشكر مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. مستمرون معكم في برنامج بصراحة. تحياتي وتحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.